النهاردة ان شاء الله هنعمل الكحك. دول 2 كيلو كحك. عملناهم سادة وبالملبن وبالعجوة وبالمكسرات. تكاليفهم مش غالية، بس انا بصراحة مكلفة لان عاملة بالسمنة البلدي. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيدكم يا رب من نعيم الله. دول 2 كيلو دقيق. هنحط عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة ممسوحة، ومعلقتين ريحة الكحك، و10 معالق سمسم محمص، عشان احنا بنحب السمسم في الكحك يعني يبقى باين. هنحط السمسم ونقلب الجاف مع بعضه، المواد الجافة مع بعضها بالمعلقة، نقلبهم كويس جدا. طبعا حاطين ذرة ملح زي ما قلت لحضراتكم مع الحاجات دي. هنعمل بقى فحرة في الدقيق، وهننزل بالزبدة السايحة. الحركة دي بتسوي الدقيق معانا وبتخلي الكحكاية حلوة وتعيش. طبعا هنقلب بالمعلقة الخشب من تحت لفوق عشان خاطر سخنة، غلط على ايدنا لو مديناها. هنقلب كويس لحد لما تدفى معانا العجينة، ونبتدي بقى نبسها. هنا حطيت نص كوباية سكر مع 10 جرام خميرة، وقلبتهم في بعض. ما حطيتش ميه على فكرة، الكحك بتاعي ما بحطش فيه سوائل. هنا بنقضيها بالخميره وبنركنها. اول ما بتطلع بنحطها على، احنا بسينا الدقيق الاول بايدينا وبعدين حطينا الخميره. هنا بنجرب العجينه، بناخد حته عجينه. انا بحب القوالب دي صغننه والكحكايه على قد البق. بسم الله ما شاء الله، العجينه معانا زي الملبن، ما حطيتش اقسم بالله ميه خالص ولا لبن ولا اي حاجه. نجرب واحده كمان، نعملها ديت بالعجوة ونقفل عليها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزة كلام بقى، العجينة اهي عجمية في ايدينا. بسم الله ما شاء الله. نجرب واحدة كمان بالملبن. الملبن ده طبعا جايبينه وحاطينه في طبق وحط ألمونيا، وحاطين عليه حتة زبدة ولفيناه على النار، وعملناه كور كده على قد الكحكايه. اللهم صل على النبي، مش محتاج كلام. هنا بعد ما خلصنا الكميه، بس لسه في تاني طبعا ثواني تانية عشان انا مصوره دول بس. هو بسم الله ما شاء الله رمى كتير جدا عشان الكحكايه صغيره. بنسيبه شويه بس مش كتير، عشان وما بزودش الخميره ولا البيكنج باودر ليه، عشان الرسمه بتاعته ما تروحش، لان هو كحك، ولا ريحه الكحك دي كتير برضو مش كويس، تبقى بهارات اصلا. بسم الله ما شاء الله. نبتدي بقى نسوي.